السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله يا رب تكونوا كلكم بخير وفي احسن حال. اسفة ايدي بتتهز لاني ماسكة التليفون بايديا، انا في العربية وطبعت اسئلتكم. يعني دخلت قبل ما اخرج من البيت النهاردة على اليوتيوب بتاعي وعملت كده كوبي وبيست لشوية اسئلة. في اسئلة كتير صراحة، في ناس انا برد عليهم على طول، يعني بعمل كومنت باك وارد على السؤال بتاعهم. وفي ناس انا حطيت، مش فاكره من كام اسبوع كده على الكوميونتي تاب، سالتكم عندكم اسئله ولا لا، فهبتدي بالاسئله بتاعت كام سؤال اللي جولي على الكوميونتي تاب، وبعد كده اسئله تانية جمعتها ان شاء الله يعني تكون مفيده. مفيش حاجه اتفرجوا عليها في الفيديو دوت، فلو حد بيعمل حاجه في البيت، حد سايق العربيه، شغلوني في الباك جراوند يعني عشان تستفيدوا من الوقت يعني. نتوكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اول سؤال، آه، أستاذة أسماء، ولادي تالتة ثانوي، نفسي يسافروا يكملوا جامعة بكندا. هل الموضوع ده صعب أو خطوات بسيطة وهم عاوزين تخصص طب وهندسة إلكترونية؟ أنا اتكلمت عن التقديم في الجامعة قبل كده، عندي فيديوهات خاصة بالتقديم، عندي فيديو خاص تحديدا إزاي تقدموا. ارجعي شويه في قناتي، مش لازم تتفرجي على الفيديو كله، بس انا بحط اللينكس في الديسكربشن بوكس. يعني لو في ويب سايتس معينه، ويب سايتس للجامعه، ويب سايتس للابلكيشنز، ممكن ولادك يقدموا طبعا، ان كانوا في ثانوي او ان كانوا اوريدي في جامعه. انا اتكلمت كتير عن الخطوات. لازم الاول يعملوا معادله شهادتهم، ان كانت الثانوي، شهاده الثانوي او شهاده الجامعه او بعض سنوات الجامعه اللي درسوها، ويقدموا. وكل جامعة شروطها مختلفة شوية، يعني بيبقى عندهم prerequisites، لازم يكونوا درسوا مواد معينة، وطبعا درجاتهم مهمة بالذات في التخصصات العالية زي الطب والهندسة. ويراسلوا الجامعة، وعلى حسب بقى انت هتهاجري الأول وبعدين يدرسوا هنا، ولا هيقدموا على ان هم international students. المصاريف هتختلف في حاجة زي كده. ما اقدرش اقول لك هو صعب ولا سهل. هو يعني الجامعات الكندية فيها نسبة معينة من الطلبة الانترناشونال، يعني هم كل سنة بيقبلوا عدد معين من الطلبة الانترناشونال، وكل سنة بيقبلوا عدد معين من يعني الطلبة من البروفنسز الأخرى في كندا. وطبعا اللوكوز اللي هم المقيمين في البلد لهم برايورتي يعني. بس كده ولا كده الانترناشونال لهم عدد معين، فقدموا. اللي انصحك بيه ان ولادك يقدموا في كذا جامعه، مش في مكان واحد. ارمي كذا ابلكيشن، طبعا هو مكلف مش رخيص. الابلكيشن مينيمم ب $100 الواحده. انت قدمي في كذا مكان، وكل واحد على مقدرته، وربنا يوفقهم يا رب. السؤال اللي بعد كده، السلام عليكم، هل يمكنك إفادتنا بمعلومات حول المعادلة في مهنة أخصائي علاج طبيعي؟ وشكرا، جزاك الله خير. المعادلة واحدة في كل حاجة يا جماعة. هي الإيكوفالنس دي عبارة عن paperwork، يعني انت بتقدم للحكومه الكنديه تبع حسب البروفنس اللي انت ساكن فيها، حسب البروفنس اللي انت هتيجي عليها، شروطه بتختلف سنه. بس معادله الشهاده هي عباره عن يعني حد تخصصه ان هو يقيم المواد اللي انت درستها بالشهاده بتاعتك. يعني زي مثلا انت اخصائي علاج طبيعي، فانت درست علاج طبيعي عدد سنين معينه، مواد معينه، انت بتبعت لهم الشهادات بتاعتك دي طبعا، ترجمه معتمده من جهه هم يعتمدوها في بلد اللي انت فيها. وحد متخصص بيحط المواد اللي انت درستها قصاد المواد اللي بتدرس هنا بنفس التخصص، ويقيم هل ده equivalent ولا لا. هي عشان كده اسمها equivalence، انه هل هي equivalent للشهاده ولا لا، هل تعادلها ولا لا. وبيردوا عليك بيقولوا لك الشهاده بتاعتك دي تعادل بكالوريوس كذا هنا، مش عارفه ايه. بس كده ولا كده، انت علشان تدخل اي تخصص في المجال الطبي عموما، من اول اللي هو البي اي بي، البريبوزي او بنفيسير، لازم تعمل رخصه. هنا الشغل في المجال الصحي بدون رخصه مش موجود، مش متاح، مش مسموح، ده ضد القانون يعني. ما ينفعش تشتغل illegal. مش زي الشغلانات لو حد جاي جديد على كندا مثلا ويقدر يشتغل كاش، يعني مش ديكليرد اصلا، يروح يشتغل عند حد مثلا عربي عنده محل، عنده معرفش جراج، عنده حاجه زي كده. مش كده الشغل في الاماكن يعني الرسميه، زي حاجه طبيه، لان دي صحه بني ادمين. انت مش يعني الغلطه من دهية مسؤوليه عليك وعلى المكان اللي انت بتشتغل فيه. فالاول لازم تعمل المعادله بتاعتك. حاسه ان انا توهتك، سوري. السؤال كان علاج طبيعي وشكرا. معلومات حول المعادله زي ما قلت لك، سوري. فهي حاجه يعني paperwork. انت اعمل المعادله الاول، وبعدين شوف انت عايز تقدم فين، لان انت لازم هتدرس عشان تاخد لايسنسنج. انا مش عارفه بصراحه العلاج الطبيعي ديت المعادله بتاعتها بتكون كام، بس ما اعتقدش ان انت هتعادل اي حاجه في المجال الطبي من اول بكالوريوس تمريض وانت طالع في اقل من سنتين. نو واي، مش هيحصل في اي بروفنس فيك يا كندا. بس مش قصدي ان انا ما اشجعكش لا سمح الله، لا طبعا قدم وراسل الناس
وابتدي بالايكوفالنس عشان نشوف هيقول لك ايه على شهادتك ديت يعني. كمان في نقطه تانية، انت لو شهادتك قديمه قوي، يعني مثلا انت متخرج بقالك 20 سنه، فور شور هيبتدوا منك ترجع تعيد مواد، لان الكونتنت بتاع المواد بيغير شويه، بيطوروا الحاجات شويه. شهادتك وشهادتي اللي بقالها 20 سنه و25 سنه متخرجين من الجامعه مش نفس الشهاده بالظبط اللي بيتخرجوا بيها الناس دلوقتي، فاحتمال يطلبوا منك ترجع كمان تعمل مواد prerequisites اللي هي الساينسز اللي كانت في الثانوي. فانت وظروفك انت مش محدد يعني. يا رب اكون جاوبت ما توهتكش بالاجابه الكبيره دي. او تكون بنت، مش عارفه، سوري انا مش كاتبه مين اللي بعت لي السؤال. السؤال اللي بعده، يا ريت حضرتك تتكلمي عن حياه المسلمين في كندا. والله حياتنا زي حياه اي حد يعني. المجتمع طبعا اللي حوالينا مش مسلم، ودوت يعني غريب شويه على اي حد جاي جديد، لكن احنا عيشتنا كلها هنا يعني. انا عايشه هنا بقالي سنين وسنين، فتعودت ان انا اللي حواليا ما هماش زي اغلبيتهم يعني. ارجعوا اتفرجوا شويه على 3-4 فيديوهات فاتوا، عملت زيارتي للمؤتمر الاسلامي انا واسرتي في شيكاغو. فاحنا بنعمل حاجه زي كده عشان نحسس نفسنا ان احنا يعني ان احنا belong يعني to community بتاعتنا مسلمين، ونحيي الدين في حياتنا وفي عاداتنا يعني. بنروح ننمي الدين دوت زي ما اي حد عندكم مثلا يروح يحضر حلقه، يروح يحضر درس في مسجد، حاجات زي كده. كل ده موجود هنا على حسب المنطقه اللي انت ساكن فيها. طبعا لو فيها مسلمين كتير هتلاقي في تجمع اسلامي، هتلاقي في دروس في المسجد، هتلاقي في صلاه الجمعه، هتلاقي في صلاه العيد، تجمعات في العيد، بيعملوا احتفالات، حاجات زي كده. بس هي مش للأسف مش في الحياة اليومية يعني. مش هتلاقي المسجد على أول الشارع وتنزل تصلي الفروض في المسجد والكلام ده، لا، أنت بتركب عربيتك وبتروح. ولازم تعمل وقت لدوت عشان أنت تفضل يعني كونكتد مع الكوميونتي الإسلامي بتاعك. ارجعوا بس اتفرجوا على الفيديو بتاع المؤتمر الإسلامي بتاع شيكاغو، ما جالوش فيوز كتير، بس ده هيديك فكرة حياة المسلمين في كندا أو في البلاد الأجنبية عموما عاملة إزاي. لازم المسلمين يعملوا مجهود هم ان هم يبقوا يعني جزء من الكوميونتي دوت، ويروحوا يغمروا نفسهم في المجتمع دوت، وفي الاكتيفيتيز اللي المجتمع بيعملها يعني. السؤال اللي بعد كده اعتقد دول كلهم افضل فيديوهات. اوكي، واحده تانية تستاهلي كل الخير، جزاكم الله خير على الكومنتس. ناس كتير بتدعي لي وبارك الله فيك وحاجات زي كده، لكم بالمثل وزياده يا رب كلكم. ما بعرفش ارد بس كويس على المجاملات انا يعني، بس والله بشوفها وبقراها وبعمل لكم لاف ايموجي وكده، وربنا يكرمكم، جزاكم الله خير، لكم بالمثل يا رب. واحده كاتبه لي تستاهلي كل خير، فيديوهات السؤال والجواب من افضل الفيديوهات من وجهه نظري، الله يكرمك، عشان كده بعملها والله. المتابعين يسالوا وانتي تردي على الاسئله. واول سؤال مني هي الحضانات محتاجه مدرسات او مستكفيين؟ يعني في طلب على معلمات الحضانه في كندا وكيف مشكوره. عملت فيديو، ارجعي يا عزيزتي هتلاقي عنوان فيديو خاص بالحضانات، الشغل في الحضانات. الحاجه الوحيده اللي هي صعب ان انت تقدمي على شغل في حضانه وانت مش مقيمه هنا، لان يعني علشان حد يقدم على عقد عمل من خارج البلد ويستدعوكي هنا وهم اللي يعملوا لك اجراءات الفيزا والكلام دوت، ديت في شركات كبيره جدا، لان الحاجات ديت مكلفه مش ببلاش ان حد يعمل لك عقد عمل وتيجي بتخصصك من بلدك علشان تشتغل هنا. الحضانات ديت مش اماكن مربحه كفايه ان هم يعملوا حاجه زي كده ويستخدموا يعني يعملوا البيبر ورك عشان تبقى اقامتك قانونيه في البلد، يعملوا لك. هم ده مش بيعملوا ده. الشغل متوفر وموجود، واتكلمت كتير. ارجعي اتفرجي على الفيديو ان ممكن كمان من غير شهاده خالص، من غير ما تدرسي خالص، هيكون مرتبك اقل. بس ما ينفعش تقدمي من بلدك، لازم تكوني اوريدي هاجرتي واوريدي جيتي هنا وتقدمي وانتي هنا. ده على حسب معلوماتي، خلي بالكم والله اعلم. اعملي شويه ريسيرش، بس شغل الحضانات ما ينفعش تقدمي عليه من خارج كندا، لكن هو موجود. دول اللي كانوا كده على الكوميونتي تاب اللي انا سالتكم لو عندكم اسئله. دلوقتي بقى ايه كومنتس ان جنرال، او حد عمل كومنت على حد او حد عمل له ثامز اب، فانا جمعت شويه منهم، ويا رب يعني نستفيد، يعني اللي عنده نفس السؤال او anyway انتوا فاهمين قصدي يعني. الاسئله المكرره تستفيدوا منها كلكم يا رب. لو سمحتي ممكن اتواصل مع حضرتك ماسنجر؟ انا قلت لكم قبل كده ان انا التواصل معايا يا اما دايركت مسج على انستغرام اللي هو اسماء ان كندا @اسماء ان كندا، ابعتوا لي ايميل، الايميل في البايو بتاعي على يوتيوب اسماء ان كندا @gmail.com. عندي سؤال، إلا لك، ما هو عمل الممرض بعد ما يخلص 4 سنين دراسة في الجامعة؟ وهل هذا الاختيار يساعده على القبول في كلية الطب؟ عمل الممرض بعد 4 سنين باتشلر في نيرسينج بتشتغل نيرس. الفرق انه المرتب بيكون اعلى، كل ما درست اكتر كل مرتبك بيكون اعلى، كل ما الديوتيز بتاعتك بتكون اعلى.
الناس اللي هم بيدرسوا 4 سنين دولت ما بيطولوش في يعني زي ما بنقول عليها بيد سايد نيرسينج، ما بيطولوش قوي فيها، بيدخلوا بقى كده على يعني شغل الاداريات شويه، يبتدوا يشتغلوا هيد نيرس، بعد هيد نيرس يمسكوا التيم، بعد التيم يمسكوا الديبارتمنت وحاجات زي كده. ما بتبقاش اون ذا فلور اني مور، بيبقى شغلهم اكتر اداريا يعني. بيتطوروا بسرعه يعني within 5 years ممكن تبقى مسكت مانجمنت يعني هيد نيرس، وبعد هيد نيرس دخلت بقى على والله اعلم، ده ظني لان انا ما عنديش بكالوريوس نيرسينج يساعدك في الدخول في كليه الطب. ما فيش حاجه اسمها يساعدك في الدخول في كليه الطب. كليه الطب لها prerequisites، لها دراسه لازم تعملها من قبل ما تدخلها، ولازم درجات معينه. هل انت هتكون يعني comfortable اكتر لو انت دخلت تدرس طب وانت اوريدي في المجال وبتشتغل في المجال؟ طبعا، يعني مش هيبقى جديد عليك السيتنج بتاع المستشفيات، السيتنج بتاع العيادات، هتبقى اوريدي اتعرضت لانواع امراض كتيره، عندك فكره. والنيرسز هم اللي بيعملوا كير، هتبقى حاجات كتيره مرت عليهم. الدراسه اعتقد ممكن الدراسه نفسها لما تدخل تكون مش صعبه قوي بالنسبه لك، زي الناس اللي هم بيدخلوا من الثانوي على الجامعه على طول يدرسوا طب، بيبقى اشق بالنسبه لهم. لكن تساعدك في القبول لا، ملهاش علاقه. لازم تعمل المواد وتوفي شروطهم علشان يقبلوك زيك زي غيرك. يا رب اكون جاوبت. خلي بالكم انا بجاوب معلومات عامه general information، انا مش متخصصه في اي حاجه، انا بشارككم يعني رايي والمعلومات العامه البسيطه اللي انا اعرفها يعني من حكم شغلي وعشتي هنا سنين طويله يعني. الصفحه اللي بعدها ما شاء الله اسئله كتير. ناس بقى تسال معايا بكالوريوس كذا، معايا مش عارفه كذا. انا هنط دولت لان هم مش مفيدين قوي غير للشخص ذات نفسه، فان شاء الله ارجع individually ارد اللي بيسال انا تخصصي كذا او كليه كذا. حبيبتي، هل انت بتساعدي على الناس تقدم على الدراسه في كندا؟ لا، انا حطيت السؤال دوت لان لغايه دلوقتي ناس كتير بتسالني ممكن تساعديني، ممكن تقدمي لي، انا ولا بساعد في تقديم على الدراسه ولا بساعد في تقديم على الهجره. مش عشان انا مش عايزه اساعد حد يا جماعه، لان دوت مش تخصصي، انا مش خبيره هجره، مش عندي مكتب توظيف ان انا اوظفكم او ان انا اساعدكم تقدموا. وانا دايما بقول انت مش محتاج حد يساعدك. في ناس تخصصها وده شغلها وده اكل عيش ان هم فاتحين مكتب يساعدوا الناس تعمل ابلكيشن الهجره وكده وياخدوا مقابل لدوت مادي يعني، وفي ناس يساعدوك عشان تعمل ابلكيشنز الجامعه. لو انت حابب دوت براحتك، لكن الموضوع straight forward، مفيش اي حد محتاج مساعده حد ويدفعوا الفلوس ان هو يعمل. ممكن تاخد نصيحه من حد، تسمع راي غيري، تتفرج على الفيديو بتاعي، تتفرج على الفيديو بتاع غيري، وكل واحد يقدر يعمل بنفسه. مفيش حد دلوقتي ما يعرفش يعلم نفسه يعمل حاجه اونلاين يا جماعه. بس عشان اجاوب على السؤال، لا أنا للاسف انا مش تخصصي دوت، مش حاجه انا بعملها، انا متاسفه يعني. هل تواجهون صعوبه في تربيه الاولاد في كندا؟ تربيه الاولاد صعبه جدا، ايا كنت انت في انهي بلد ولا في اي دين ولا في اي، التربيه صعبه. احنا كلنا تربينا، ربنا يخلينا اولاد يا رب، يخلي بابا وماما يا رب، ويبارك لكم في اهلكم لو موجودين ويرحمهم لو مش موجودين. كلنا تربينا واخدنا حاجات بوزيتيف، واخدنا حاجات اكيد حاجه اهلنا يعني عملوا احسن ما عندهم، بس في حاجات مش كويسه او احنا ما نوافقش عليها دلوقتي بعد ما احنا نفسنا كبرنا وبقى عندنا اولاد. وانا زيكم عندي تحديات وعندي تشالنجز كل يوم والله في تربيه ولادي. ربنا يكرمهم يا رب ويجعلهم ولاد صالحين بارين مسلمين صالحين في دنيتهم ووفقهم في حياتهم يا رب كلها. بس طبعا تربيه الولاد صعبه. بس انا اللي اقصد اقوله يعني انت بغض النظر انت قاعد في انهي بلد او حواليك انفلونسز ايه، كل التربيه صعبه. فاحنا بنعمل اللي علينا وندعي ربنا لاولادنا طبعا، لكن يعني هيوصلوا فين دي حاجه بتاعت ربنا يعني. لا ده رزق، لو ربنا كاتب لنا في رزقنا ان اولادنا يبقوا صالحين مسلمين موفقين، دي حاجه بتاعت ربنا. ربنا يا رب يحفظ ولادنا ويسترهم وينجحهم يا رب ويحقق لهم كل نفسهم فيه، ويطمنكم ويطمني على اولادي يا رب. أسماء، اقترحي عليا برنامج بإذن الله. عندي رحلة كده استكشافية للجامعات والمدن بشكل عام، أقدر أدخل أي جامعة وأطلب استشارة ولا ده بحجز؟ هبقى محتاجة أدخل أشوفها وأعرف التخصصات وأسأل مثلا على توجيه لمسار الدراسة عشان العمل بعد كده بإذن الله. شكرا جدا. طبعا ممكن. أنا أكشلي لما أنا قدمت في الجامعة هنا، مع إن أنا مقيمة هنا، أنا رحت عملت زيارة للجامعة ودخلت، بيبقى عندهم student services يعني زي مكتب كده. الادميشن وكل حاجه لازم هتملي كل حاجه اونلاين والابلكيشنز اونلاين، لكن انت مجرد رايحه تسالي وتقابلي اكاديميك ادفايزر ابسولوتلي. في ناس لازم تحجزي اونلاين، بس في الغالب في اوفيس ده شغلهم ان هم فاتحين ابوابهم علشان هم الجامعات ديت من غير طلبه مش هتكون فاتحه، من غير طلبه مش هيكون في مدرسين، مش هيكون في دراسه، فهم عايزين ده ده بزنس، الجامعه بزنس. لو انت جايه رحله استكشافيه ممكن تروحي تزوري جامعه واتنين وتدخلي على اللي هو الادميشن اوفيس او على الستودنت سيرفيسز whatever اسمها، بيختلف من مكان لمكان.
وهتلاقي حد يقابلك وهتلاقي حد يتكلم معاكي. لو عايزه تتكلمي مع حد معين في ديبارتمنت معين، ممكن ساعتها بقى يقول لك لازم تحجزي ابوينتمنت وكده. وممكن في خلال زيارتك تعملي دوت يعني، او زيارتك سوري، مش عارفه ده راجل ولا ست، بس السؤال دوت حاسه يفيد ناس كتيره. طبعا ممكن توك ان يعني زي ما بيقولوا وتسالوا. اوكي، حضرتك ممكن تتكلمي في هل فعلا الشغل في كندا بقى صعب وفي بطاله كتير حتى لو هدرس واتخرج من كندا؟ انا مش عارفه مين اللي قال كده. هل فعلا الشغل في كندا بقى صعب؟ مش عارفه تقصد صعب بايه. انا ما فيش مكان بدخله في كندا، من اول جروسري ستور لفارماسي لمدرسه انا بشتغل فيها، كل حته في كندا دلوقتي فيها نقص في العماله اليدويه والناس اللي كمان معاها شهادات. كل حته تروحها فيها عجز في العماله، كل مكان بتروحه حتى تشتري اكلك بتنتظر طويل لان الطابور طويل لان مفيش كاشيرات كفايه. فالشغل بقى صعب. مش فاهمه تقصد ايه بقى صعب ديت، يعني هم يقبلوا الناس؟ لا. لو انت موجود هنا ومعاك يعني سوشيال انشورنس نمبر ومعاك بيرميت ان انت تشتغل، لا الشغل مش صعب، بالذات لو انت بتدور على الشغل العادي اللي هو الشغل اليومي. لا بالعكس، ده انا بقول الشغل متوفر اكشلي يومين دولت في الحاجات البيسك كلها، يعني اللي مش محتاجه خبره او محتاجه شهاده. مش صعب. بطاله كتير ايوه اكشلي، لان من وقت ما الكوفيد حصلت والجفرمنت الكنديه قررت ان الناس تقعد ويقفلوا الاوفيسز وحاجات زي كده، وبقوا يصرفوا معونات للناس، ده خلى الناس زي ما تقولوا كده ايه اتبطروا، يعني بقوا قاعدين في بيتهم. والناس اللي كانوا بياخدوا مينيموم ويج بقى المساعده الحكومه بتساعدها لهم اعلى من اللي كانوا بيشتغلوا بيه، قاعدين في بيتهم وبيجي لهم معونه من الحكومه عشان ياكلوا ويشربوا وكده يعني. فدلوقتي بقت الناس بيكي زي ما بيقولوا كده ايه، بقوا بيتنكوا يعني، بيتشرطوا بيتأمروا. شباب صغيرين كمان عايزين السهل، كله دلوقتي عايز السهل. علشان كده انا اقول الشغل بقى صعب، لان الشباب حتى لو في الهاي سكول او في الكولج دلوقتي بيتشرطوا، عايزين يشتغلوا فروم هوم، عايزين يشتغلوا على الكمبيوتر، هم قاعدين في البيت، مش عايزين يروحوا يشتغلوا مثلا في محل ملابس، في كاشير، في سوبر ماركت، في قهوه زي تيم هورتنز. كله دلوقتي بقى بيكي يعني عايزين السهل اللي فلوسه كتير. سبب البطاله ان الناس عايزه السهل، عايزه الفلوس الكتير، والحكومه بتساعد، فالمساعده الحكوميه equivalent للمينيمم ويج، فليه انا اتعب وانا ممكن اخد المساعده؟ لكن لو هتدرس وهتتخرج من هنا absolutely طبعا هتشتغل ان شاء الله يعني. الله يفرحك والله يفرحك انت كمان. دعوه جميله قوي. ولكن بالمثل يا رب وزياده. ممكن فيديو لاماكن شراء الخمار، خماراتك بتجنن ما شاء الله، وفين تشتري لباس الحجاب؟ بارك الله فيك، ربنا يكرمك. انا الطرح اللي انا لابساها دي مش عارفه تقولي خمار، غالبا انت مش في مصر. خمار في مصر يعني طرحه طويله بتغطي منطقه الصدر يعني. انا بلبس اشارب وبلفه بس يعني. انا كل طرحي من ويب سايت اسمها hotحجاب.com، ويب سايت في امريكا يعني، صاحبتها واحده مسلمه يعني. ما شاء الله بزنس جامد. بس انا بحب البرنتس يعني، اللي هو الشيفون اللي فيه اشكال يعني. كل طرحي اعتقد يعني 95% من الطرح بتاعتي من المحل ده. هسيب لك اللينك تحت لو حابه تدخلي تتصفحي. والافرج بيبقى حوالي 25 دولار الطرحه، مش كده، مش غاليه يعني. واللبس انا بلبس لبس عادي صراحه، مانيش لابسه لبس يعني. بروح اشتري الحاجه اللي بكم، الحاجه الطويله، البنطلون الطويل. صعب شويه. انا كنت الاول لما بنزل مصر بشتري لبس صراحه، لكن دلوقتي انا ما بنزلش كتير قوي، ولما بنزل بيبقى وقتي ضيق، ما عنديش وقت ان اروح اعمل شوبينج. والكم مره اللي رحت فيهم بتخض من الستايلز يعني، او يمكن انا بروح الاماكن اللي ما فيهاش ستايل بتاعي. بشتري لبس من هنا يعني المناسب ليكي. في فصل الصيف صعب شويه لان كل حاجه بتبقى مقطعه ومقصقصه وقصيره، فتشتري اكتر في الفصول اللي هي يعني فيها الحاجات اكتر بكم وكده يعني. مرحبا، أنا ساكنة في كندا، كنت أشتغل في بلدي مدرسة لغة إنجليزية وفرنسية. هل أستطيع أن أجد عمل في كندا حتى لو شهادتي من خارج كندا؟ في التدريس مستحيل هتشتغلي مدرسة من غير ما تعملي licensed for teaching. وبعدين كونك في بلدك كنت بتدرسي إنجليزي وفرنساوي، أنا ما أعرفش هل أنت عملتي شهادة لغة في الإنجليزي وفي الفرنساوي، لأن عادة في الدول العربية يا بتتخصصي إنجليزي يا بتتخصصي فرنساوي. يعني انا حتى لو انت بتجيدي اللغتين، انا مش قصدي ان انت ما تجيديش اللغتين، انا مصدقاك ان انت درستي الاثنين في بلادنا، في تجاوزات في بلادنا. لكن الدراسه بتاعتك انت درستي ايه؟ درستي انجليزي ولا درستي فرنساوي؟ انصحك شوفي انت درستي ايه، شهادتك في ايه، وتعالي قدمي هنا ان انت تكملي تعملي الايكويفالنس بتاعتك وتكملي دراسه في التخصص ده، عشان هنا مش هينفع تشتغلي الاثنين. ولازم اللايسنس، مش هتشتغلي هنا بتخصصك. لو انت عايزه تشتغلي مدرسه هنا، المكان الوحيد اللي ممكن تشتغلي فيه هو الحضانات. لكن من غير لايسنس نو واي. حد تاني سألني هل نظام التعليم في مصر أسهل أو في كندا؟ في كندا طبعا، لأن
على فكره كندا التعليم فيها مش خطير ولا جميل، ولا له عيوب كتيره جدا. انا شغاله في المجال وبرضه معيشين الطلبه في ان بوكس، ومش عايزين الطلبه يفكروا لوحدهم كلهم، على حسب المدرس، هي تختلف من تيتشر لتيتشر. بس في كندا ابسولوتلي، لانه مش حاطين اللود والستريس على الولاد زي في مصر. في مصر المدارس ما بتعلمش كتير، فالناس بتضطر تروح تدي دروس خصوصيه. الكلام ده مش منتشر هنا لا كتير. مدرسه بتعمل شغلها في المدرسه، في الغالب الطالب الافريج يعني بيقدر يحصله ويعمل الامتحان بتاعه. بيدوا واجبات بسيطه بالذات في السن الصغير، مش بيحملوا الاولاد الستريس والاهالي بيقعدوا 3 4 ساعات مع عيالهم عشان يعملوا الواجب. اطفال صغيرين في مصر في سنه 4 وسنه 5 وسنه 6 عشان ما فيش الكلام ده هنا، فاعتقد كندا اسهل. بعد اذنك تكلمي عن موضوع التاشيره السياحيه وتحويلها لعقد عمل او اقامه دائمه، بعد اذنك منتظرك. اوكي. التاشيره السياحيه وتحويلها لعقد عمل، ايوه ممكن تتعمل وبتتعمل، بس لازم تلاقي حد يعمل لك الكلام دوت. يعني انت جيت سياحه ورحت اشتغلت عند حد، لازم الحد اللي انت اشتغلت عنده ده يوافق ان هو يعمل لك عقد عمل ويقدم لك الاوراق. يعني يكون عنده بيزنس خاص بيه ويقدم لك، والكلام ده بفلوس. فانت لازم تلاقي صاحب عمل وحد يبقى محتاجك فعلا، وحد موافق انه يدفع فلوس ان هو يقول لهم انا عايز الشخص ده يشتغل عندي. فهل ممكن؟ ممكن. شوف انت بقى هتلاقي الشخص ده ازاي يعني. ربنا يكرمك يعني. تتحول لإقامة دائمة بعد ما تحول عقد يعني قصدي السياحة، فيزة السياحة لعقد عمل وتشتغل هنا، بعد مدة معينة من العمل والإقامة هنا من حقك ساعتها تقدم على البيرمننت ريزيدنسي وتمشي بإجراءاتها. بقى إجراءاتها إيه بالظبط بقى، مدتها قد إيه، أنا مش عارفة صراحة، بس أيوة بعد ما تشتغل هنا عدد سنين معين من حقك تقدم. السلام عليكم. كام مراتب المعلمة إذا كانت من زمان في أوتاوا؟ كل حاجة أونلاين، المرتبات مش سر. ادخلوا على glassdoor.ca، ادخلوا على حسب المقاطعة اللي انت ساكنة فيها هتعرفي مرتبات. دي حاجة set by the government. الويجز للناس اللي بيشتغلوا في الحكومة، الويجز بتاعتهم يعني محددها الحكومة، مش سر. ادخلوا اونلاين هتلاقوا كل الانفورميشن دوت. من زمان باوتاوا، هل من زمان انت عايشه في اوتاوا ولا من زمان بتشتغلي في اوتاوا؟ لو انت من زمان بتشتغلي في اوتاوا مرتبك زمان وزاد، لكن لو انت شخص قاعد من زمان وما بيشتغلش، لما تدخلي تشتغلي دلوقتي مرتبك هيبقى اللي هو لسه بادئه يعني. لكن لو انت من زمان بتشتغلي مرتبك هيكون زاد يعني. نصائح حضرتك للدراسة لواحد شاب، مش شاب يعني مو شاب يعني تجاوز سن ال40. قلت لكم قبل كده كتير، السن ملوش أي علاقة لا بالدراسة ولا بالشغل. طالما أنت كويس وقادر إن أنت تذاكر، قادر ان انت فيزيكالي يعني ربنا مديك الصحه ان انت تشتغل اي شغلانه، سنك ملوش دعوه، ملوش رقم. لو قلت لي مثلا سنك 60 سنه هقول لك هيكون صعب شويه، مش ان انت تدرس، الدراسه سهله لاي حد، ان انت تشتغل شغلانات معينه. يعني لو انت فوق ال60 مثلا فيزيكالي مش هتقدر تشتغل مثلا في كونستراكشن، مش هتروح تشتغل يعني مهندس على سايت في عز البرد دوت وفي السقعه ديت. كل سن له حاجات يعني. لكن من 40 سنه انت مش كبير. طبعا ممكن تدرس. صباح الورد والهنا، ما فيش مسابقة تاخديني، وكاتب لي ايموجي ضحك يعني من الجحيم ده. والله ما عنديش مسابقات والله. فكرتني ان انا اول ما جيت كندا، اكشلي انا اول 3 شهور قضيتهم هنا بعد ما رجعت، يعني بعد ما اتجوزت وكنت كبيرة يعني من 20 سنة. ما كملتش 5 شهور هنا ونزلت مصر، كنت يعني مش قادرة يعني، من كتر ما لقيت الناس هنا اغبياء. كنت بقول يا ربي انا عايزه امشي الناس الكنديين، ارجعهم اوديهم هم يعيشوا في مصر، واجيب المصريين يعيشوا هنا. من كتر ما بسم الله ما شاء الله حاسه بذكاء وفصاحه ويعني لماحين كده المصريين. اول ما جيتها كنت بعاني من نسبه الغباء اللي الناس فيها، ما بيشغلوش مخهم، ما فيش كومن سنس بالمره. اتعودت دلوقتي على نسبه الغباء بس ما زالت موجوده. يعني ناس كتير هنا يعني فعلا ما بيبصوش خارج الصندوق بربع سنتي حتى، يعني هما محبوسين بالظبط كده، ما يعرفوش يفكروا 1 خطوه لقدام يعني. خلي بالكم انا مش I'm not generalizing، مش كل الناس كده طبعا، بس ضحكتني. متاسفه ما عنديش مسابقه. وانت اجتهد لو انت عندك هدف دوت وشايف ان اللي انت فيه دوت جحيم، ايا كان انت عايش فين، حط لنفسك هدف وابتدي خد خطوات علشان تعمله. الامنيات بس والتمني بس والتفرج على دوت مش هيعمل لك حاجه، لازم تاخد خطوه. يا أستاذة، يا ريت يا أستاذة أسماء بعد إذن حضرتك ممكن عربي، النبي عربي، بتضيعيني فهمي للموضوع بكلمتين معرفش معناهم. أنا متأسفة والله، غير متعمدة أن أنا أعمل كده، بس أنت تكيت على فيديوز بتتفرج على بلد زي كندا، اللغة هنا الرسمي إنجليزي وفرنساوي. لو أنت بتفكر تسافر على البلد ديت لازم تكون تعرف يا إنجليزي يا فرنساوي. فأنا قلت كلمتين وأنت محتاس، أسفة إن أنا أقول لك أنت يعني
مش هينفع تيجي هنا، لازم تروح تتعلم لغه. فلو كلمتين مضايقينك ابتدي اكسبوز نفسك شويه اكتر للغه، علشان الكلمتين اللي انا بقولهم ما يضايقوكش، عشان لو انا كترت عن كده انت هتتضايق قوي مني يعني. ما هي نصيحتك لمن يريد early childhood education؟ عندي سؤال، هل برأيك دراسته من الصعوبات، وما الصعوبات اللي فيها؟ لا، early childhood education مش صعب. الحاجة الوحيدة اللي أقولها أي حد عايز يدرس early childhood education، لو ما بتحبش العيال ما تدخلش المجال دوت، لأن أنت لازم تكون بتحب العيال، وفوق العيال تكون شخص صبور، لأن العيال الصغيرين عايزين صبر. مش هيعرفوا غير اللي عنده أولاد أو اشتغل مع أولاد. early child education، سواء انت راجل سواء انت ست، ما تدخلش المجال دوت لو مش بتحب الاطفال وما عندكش صبر كتير. لكن الدراسه مش صعبه، بالعكس انا شايفاها سهله واي حد يقدر يعملها يعني. هل تعرفي مستشار هجره لكندا يكون موثوق فيه؟ لا متاسفه، انا ما اعرفش حد. وفي ناس خلي بالكم بياخدوا فلوس كتير قوي من الناس، وفي ناس عامله دوت يعني نصب، فاتاكدوا. انا ما اعرفش حد انصحكم بيه عشان ما يتنصبش عليكم، بس بليز يعني ما تتعاملوش مع حد غير لو تعرفوا حد اتعامل معاه شخصيا وساعده، عشان ما يتنصبش عليكم، لان لا حول ولا قوه الا بالله يعني النصب شغال على ودنه اليومين دولت. ناس كتير قوي قوي يا عيني اتنصب عليهم يعني. انا من الجزائر، دارس تمريض 3 سنوات واريد طلب فيزا. اوكي، الشخص اللي سالني سؤال خاص يعني سبيسيفيك له هو هبقى ارجع له باذن الله. ممكن وصفه الفراخ بالبطاطس الكنديه؟ ضحكني السؤال دوت. انا مش قناه طبخ، بس عملت قبل كده تحضيرات وحاجات زي كده. والله هي الطبخ الكندي عموما اكلهم بلاند، يعني ما عندهمش توابل في اكلهم، ما عندهمش كويزين بتاعهم خاص بيهم صراحه يعني. انا بطبخ على الطريقه اللي انا اتعلمت بيها عند مامتي يعني، وبحط تكاتي انا الخفيفه يعني. لو عملتها باذن الله اشاركها معاكم. قولوا لي حابين تشوفوها ولا لا لو انا طبخت حاجه يعني. انا مش شيف ولا هعمل القناه دي قناه طبخ، ما تخافوش. بس ساعات ببقى يعني بعمل حاجه يعني، فما عنديش مانع ان انا اشاركها يعني. بس كده هوقف كده، انا حاسه ان الفيديو طويل قوي. عندي اسئله تانية باذن الله هجمعهم واحاول اعمل فيديو كمان. لو عندكم اي سؤال تاني اكتبوا لي في الكومنتس على الفيديو دوت عشان ابقى ارجع هنا يعني. ولو حد سالني سؤال بقاله كذا شهر وانا ما رجعتلوش، متاسفه، الكومنتس تبقى كتيره، بالذات لما ابتدي احط فيديوهات جديده ما بقدرش ارجع لافري سنجل فيديو لافري سنجل كومنت ان انا ارجع. فحطوا لي الكومنت تحت الفيديو دوت عشان اقدر اجاوبكم باذن الله. بس كده، يا رب ما اكونش طولت عليكم، واشكركم جدا جدا على متابعتكم، واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. باي باي.